السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض النوتيلا يا جماعة. احلى من اللي بره بكتير. هتدوقوها وهتحكموا بنفسكم. اول حاجة بنجيب كده شوية كده من البندق، حوالي كوباية. انا عندي البندق كان بقشره، فانا طبعا هحاول اقشره، مش هعرف طبعا. فجبت طاسة كده صغيرة، حطيتهم كده على النار وقعدت اني احمص فيهم كده شوية، يعني حوالي 5 دقايق كده على نار هادية، اهو زي ما انتوا شايفين. بعدها بقى بعد ما بعملها بلاقي خلاص بيتقشر كده لوحده. هعين بقى القشرة كده، اهو شايفين بيتقشر ازاي بسرعة، يعني حتى لو اتبقت حتة عادي مش مشكلة، بس بيتقشر بسرعة جدا لما بيتحمص كده الشوية دولت على النار، بيبقى حلو بسرعة. بقشره، قشرتهم بقى كلهم كده، هديهم بقى تحميصة كمان صغيرة علشان انا محتاجاه اطحنه وهو سخن. بعدها بقى كده بجيب المطحنة بتاعت السكر، انا لسه طحنة سكر علشان اعمل النوتيلا مكان عادي السكر. هجيب بقى الخلاط كده وهطحن بقى ايه البندق كويس جدا وهو سخن. الطحن وهو سخن علشان ايه يبقى ناعم قوي. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى طحنته، وانا بطحن برج كده المطحنة عشان لو في حاجة فوق كده ما اتطحنتش تنزل، او افتح واقلب بالمعلقة علشان اطحنها كويس جدا. انا عايزاه ناعم كده، اهو طحنته، اهو شايفين كده الطحن. انا لو عايزاه يعني اكتر من كده كمان، يعني انعم من كده، احط معاه معلقتين زيت او 3 واطحنه جامد يعني قوي لحد لما يبقى زي العصير كده. بجيب بقى الخلاط، احط فيه كده البندق اللي انا طحنته، شفشق الخلاط طبعا، مش هسيب بندق، انا لازم انزل كله. خلاص كده حطيته. اجيب بقى كده معلقتين كاكاو خام، اجيب برضو سكر، انا عملت حوالي كوبايه الا ربع، احط نص بس، احط نص كوبايه او حسب التحليه اللي انتوا عايزينها. لو مش عايزينها مسكره قوي ممكن ما تحطوهاش، ما تكملهاش كلها. وديت 100 جرام من الشوكولاته الخام مبشوره، و3 معالق كده من الزيت، وهحط نص كوبايه من اللبن، انا عامله كوبايه الا ربع، نص كوبايه من اللبن المغلي، وهضرب. لو احتجت بقيه الكوبايه الا ربع هحطها، هو انا في الاخر بحتاجها وبحطها، هي كوبايه الا ربع. هاخد بقى قوام للنوتيلا فظيع ملوش حل، زي بتاعت بره ويمكن احسن. اهو هحط بقيه اللبن، اهو زي ما انتوا شايفين بقى، واضرب بقى في الخلاط لحد ما كله يتجانس مع بعضه. طبعا وانا بضرب يعني اجيب سباتولا او معلقه وابدا اني اقلب من تحت لفوق كده، علشان لو في حاجه ما اتطحنتش ما اتضربتش معاها ايه تتخلط كويس. اهو زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعها حلو قوي. اهم حاجه اللبن بيكون مغلي سخن جدا. اوريكم بقى القوام بتاعها ملوش حل، جميل يا جماعه. شايفين هي كمان لسه هتتقل كمان، لما هتقعد شويه هتبرد هتتقل. لما تبرد هنحطها في التلاجة، هنلاقي القوام بتاعها طبعا تقل جدا. شايفين اهو، لسه كمان لما تتحط كمان في التلاجة هتتقل اكتر من كده. طبعا البندق، لو حد هيقول لي البندق غالي ومش عارف ايه، ممكن نستبدل البندق بسوداني عادي، ما فيهاش اي مشكله. وهي هتبقى حلوه برضو، يعني حاجه ما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش اي حاجه، حاجه نظيفه يعني وجميله. هي شكلها بعد ما بردت يا جماعه، حطيتها كده في البطرمانين دول. اهم حاجه البطرمانات تكون نظيفه وناشفه جدا، ونعقمها كده في الميكرويف او حاجه، وهتبقى جميله. والسلام عليكم ورحمه الله.